مساء الخير. ولليوم الثالث من شهر رمضان الكريم نطل عبر أم الدنيا وقناة حياتها ومشاهديها في المحروسة وكل أنحاء العالم. ضيفتي غادة الاسم والقد والجاذبية، حسناء جدلية مواقفها وصنفتها بين الطليعات كما أدوارها. سندريلتي أنا والعسل غادة عبد الرازق. هيدي سندريلا ما شاء الله عليها 2020. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكي. تفضلي غادة. رمضان كريم. الله اكرم. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي. عماله احسبها وانا نازله على السلم. التالون حقها لا لا ما انت معوده ولا لا. خليني بس اخذ هيدي الصورة انا وانت لتويتر. واحد اثنين تشيز. اوكي. اهلا وسهلا بغادة عبد الرازق مزة المزز. ثانك يو. هيك قالت شيرين عبد الوهاب امبارح عشية. حبيبتي شيرين، عايزه اقول لها قبل ما نبتدي الحلقه احنا كلنا بنحبك وبنموت فيكي، وانتي صوت مصر الجميل، وما تزعليش من اي حاجه. اكيد سوء التفاهم اللي حصل ده هي ما تقصدوش، انا متاكده ان كل الناس بتحبك وانا بموت فيكي الصراحه. نطرتيها بكره رح نعمل حلقه ثانيه استثنائيا اللي بيها الشهر الفضيل. هي الوحيده اللي بتصور من الضيفات ان شاء الله. رح يكون عندنا حلقتين رح نسمعها مغنى وضحك وفرح وكثير من المواقف يلي رح نحكي عنها يلي صارت امبارح. شو اخبارك؟ الحمد لله. اشتقنا لك. وانا كمان. صايره كثير هيك كول. التاتويات زيته ولا لا؟ لا زي ما هم لسه. هون في فيث التاتو، فيث الايمان، هونيك في كمان شيء. عزيمه. ليه مش حاطه اسم روتانا بنتك؟ عشان هي جوه قلبي، مش محتاجه تحط. كيف روتانا؟ الحمد لله كويسه. كيف وهي بحياتها الجديده؟ مبسوطه طبعا بس مستغربه، يعني بيت وزوج وحياه بقى بعيد عن ماما، بس شيء لطيف. غدا يعني غدا نصحتي روتانا بنتك قبل الزواج؟ يعني قعدتي خلوه بينك وبينها يا ماما انت هلا سندريلا رح تكوني، يعني قلتي لها انه شو لازم ينعمل شو لازم لا؟ بص ما قلتلهاش كده، بس لما كانت بتحصل مشكله مثلا في وقت الخطوبه كنت اجيبها افهمها اقول لها روتانا الراجل راجل والست ست، في حاجات ينفع تتنازلي عنها وفي حاجات ما ينفعش. كانت تقعد تقول لي انت يا مامي بتقولي كده، اقول لها حبيبتي عشان انا ام، وبعدين انا مش مرتبطه، او اللي انا بعمله غلط دايما احب اشوف ان في بنتي يتعمل الصح. فطبعا عندها حاجات حطت لها اسس ليها، بس هي بسم الله ما شاء الله عليها روتانا يعني ذكيه هاديه، ما بتحبش الخروج كتير، ما لهاش صحاب كتير، فما عندهاش مشكله بالنسبه لزوجها. يعني اول مره استضفتك كغادة عبد الرازق لغايه اليوم يعني على تويتر وعلى يوتيوب اكثر. اتغيرت قد ايه؟ حلويتي طبعا، بس اول ما شفتك اول مره ببرنامجي قلت لك شو هالسيده السكسي الحلوه اللي بتجذب. اليوم اكثر يعني اليوم سكسي اكثر. ربنا يخلينا. ما شاء الله عليك عم تحلوي كل. ولكن انت عامل لي مشاكل. اسكت بقى. لا مش عم اسكت، عم بقول لك من حلقه لحلقه من سنه لسنه بتعمل لي مشكله في السنه. ارحمني. شو المشكله اليوم؟ ما في مشاكل ما شاء الله عليكي نجمي وسندريلا. هالنزله اللي شو في مشاكل هالتنهيده؟ سلامتك من التنهيده. لا والله ابدا لا. كيف نزلت النزله؟ نزله مين؟ نزله نزلت غادة عبد الرازق البرنسس. اكيد كل واحده جواها برنسس، بس انا بشوف البرنسس ازاي. في ناس بتشوفها من فوق قوي بعظمه كده وعلاء، وفي ناس بتشوفها طبيعي كده، وفي ناس بتشوفها زي بحس ان انا بقيت الناس. انا وانا نازله حاسه ان انا برنسس زي بقيه الناس. بمصر فكره سندريلا من الراحله سعاد حسني، مين اللي غذى الفكره اكثر؟ يعني انتم كلكم كل الممثلات بيحبوا يكونوا سندريلا يعني. لا اقول لك حاجه، السندريلا سعاد حسني الله يرحمها ما حدش فينا يستجري يقول ان هو شايف نفسه زيها. انا شايفه السندريلا من منطلق سندريلا اللي احنا بنسمع عنها في القصص. نعم. يعني الحالمه اللي بتحلم لكن من ناحيه سعاد حسني
انا عن نفسي ما استجريش، لا طبعا، لا طبعا. يمكن لو اديتي انت قمتي بتمثيل او تجسيد حياه سندريلا مطرح النجمه منى زكي، شو كنتي اضفتي مثلها اكثر غير؟ لا عمري ما كنت اقدر اعمل ده اصلا، ما كنتش اقدر اخد الخطوه دي. يعني منى الله يكون في عونها طبعا انها خدت الخطوه ديت، وطبعا انا شايفه انها بذلت فيها مجهود جامد جدا، بس في عوامل كتير جدا ما كانتش مساعده. فالحكايه بالذات السيره الذاتيه بتبقى خطر جدا اللعب فيها. غدا انت ونازله هيك عن الدرج كنت حقق ما الف لا باس عليك. احب اقول ما لك بقدر شيل من راسي انه انت بنزلتك في مليون لقب ولقب هيك على هالقد الممشوق والموهبه الرائعه. في 1000 لقب ولقب، يعني حسك مثل كأنه نجمة الجماهير، نجمة مصر الأولى، في كتير ألقاب يعني بتزاحمي اليوم النجمات على يوم. ما أنا بقول لك أنت مش هتعدي الحلقة دي على خير. ليش؟ أنا لا نجمة الجماهير ما كفت سؤال ولا نجمة مصر الأولى. نجمة الجماهير مدام نادية جندي. نعم. نجمة مصر الأولى مدام نبيلة عبيد. وأنت؟ أنا ما نكرت. أنا ما نكرت، أنا قلت هني، بس عم بقول اليوم لقب إضافي لإلك. لا ما بدك متنازله عنه. لا مش عايزه حد يتضايق مني، ما اقدرش اخد لقب من حد هم بنوه في عمر كبير قوي، مش بسهوله قوي كده اخده، ما اقدرش. على تويتر اكاونت، حساب تويتر لفيفي عبده، بتقول انتظروا مزة المزز حبيبه قلبي غدا عبد الرازق الليله في انا والعسل مع نيشان. بس جميلة. في تويتر او تويت تغريده بتقول انه حدا عمل مدعي او منتحل صفه غدا عبد الرازق وحتخرب بيت، يعني شو رفعتي دعوه عليها؟ شو مين هالبنت المريضه عم تقولي؟ بص انا مش عارفه الاول هي واحده ولا واحد. اوكي. الحكايه دي ابتدت حوالي من 5 شهور كده. جه حد قال لي غدا انت عامله على تويتر بتكتبي حاجات سياسه ومش عارفه ايه، قلت لهم يا جماعه الحكايه دي خلاص انا من زمان استوقفتها، وبعدين انا ملياش في التكنولوجيا قوي، يعني ما الحكايه دي مش بتستهويني، يعني صحيح. كبيري التليفون والبي بي ام وحاجات كده، فلقيتها كاتبه حاجات عن لساني ابتدت تضايق الناس مني. عملت بلاغ، قالوا ان هم مش عارفين يحددوا مكان البنت فين او الولد، بيتنقل بين يعني ده اللي فهمته. نعم. كنت في بيروت هنا بصور من اسبوع، لقيت حد بيكلمني بيقولوا لي ان في النائب محمد ابو حامد، هو رجل انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي بس عارفه يعني اللي هو عمله في خلال الثوره. كاتبه هي كلام مش لطيف خالص عنه عن طريق اسمي انا، فقلت لهم يا جماعه والله انا قلت قبل كده انا ملياش تويتر، ما اعرفش سياده النائب وما بتكلمش خالص عن حد. عملت بلاغ للنائب العام وبيحاولوا يجيبوه، بس ده حد كان متوصي قوي لان هو قبل المسلسل بيوم، عارف يعني. سيدي هي يعني عبر الحياه المصريه فينا نقول على التلفزيون انه هيدا الاكونت حدا منتحل صفه غدا عبد الرازق. تقرير لغدا عبد الرازق. لما نصور ببيت الفنان، صورنا بيتك، في نرجسيه ببيت الفنان غدا؟ لازم يكون في نرجسيه، يعني صورهم، يعني اسم محفور، يعني الجوائز لازم يكونوا جزء من هالتركيب. لا بص والريموت كنترول. لا انا اولا الكنبه دي حياتي، انا ما بقومش من عليها ابدا. 24 ساعه قاعده على الكنبه، باكل على الكنبه، بنام على الكنبه، بتفرج على التلفزيون على الكنبه، فانت صورت حاجه مهمه جدا في حياتي. غدا بقى الاولانيه انت دخلت عليها دي، دي صينيه ازاز عاملاها لي مهندسه الديكور اللي عملت معاها المسلسل، اسمها مروه. كان عيد ميلادي ولقيتها جايبه لي هديه وقالت لي انا عامله لك مخصوص، فدي مش نرجسيه على فكره، دي هديه جايه لي بس. وبتحبي انت صورك؟ الصوره الثانيه دي جايزه كانت معموله من مدارس طيبه، وكانوا عاملين كل الجوائز لكل الفنانين، الصوره والاسم تحتها. غدا بعرف انه في حب الجمهور بقلبك، وبعرف انه قد ايه بيهمك التواصل مع اللي بيشاهدوكي واللي بيحبوكي واللي بيشجعوكي، بس شو هي الجائزه الاهم
بتحسي بينك وبين حالك هيك مثل الحلم بتقولي يا ريت لو بتكرم من مين، اي جهه، اي مؤسسه، اي مقام، هيك بينك وبين حالك بتقولي يا ريت. اتكرم من مين؟ بص طبعا اكيد هبقى عايزه اي جهه، يعني عندنا في مصر جهه ثقافيه او قوميه، لان دي بتبقى جايزه من البلد نفسها ومن الجمهور ومن النقاد اللي هم مننا. طبعا دي ابقى احبها جدا. ومن نجوم السينما بمصر اليوم الشباب، شخص واحد بتقولي هيدا لازم يكون حد انا وعم بتكرم، هو كمان يتكرم مثلي، ياخذ نفس الجائزه انما عن النجوم الرجال الشباب، شخص واحد. بعرف انه كتار، بعرف انه نجوم الصف، بس شخص واحد من بيناتهم. على السنه دي يعني؟ على السنه هيدي. طارق لطفي. طارق لطفي. طفولة غادة عبد الرازق، هل هي اللي أثمرت هالكاركتر اللي أنت فيه؟ لأنه طفولة البنت يا بتكون مقموعة كتير أو بتكون متحررة كتير أو ما بين بين، أنت كيف؟ يعني نتاج شو؟ تحرر أو قمع؟ الشخص اللي شايفه قدامي. أنت شايف إيه؟ أنا شايف مش باين على وشي ولا إيه؟ حلوة كتير. أنا كنت دلوعة جدا لأن أنا كنت آخر العنقود، وبابايا الله يرحمه كان بيحبني قوي، مع إن يعني احنا كنا بنتين وولد، فدايما يبقى الولد هو اللي بياخد الحكايه كلها، العكس انا اللي كنت واخده الحكايه كلها عند بابايا. ما اقدرش اقول ان انا كنت متحرره، بس انا دايما عناديه، بحب اعمل اللي في دماغي، ما احبش لوي الدراع، ما احبش يعني مفيش حاجه اسمها بالعافيه، تقنعني بالذوق بالاخلاق بالاحترام، لكن عافيه يا كده يا كده يا اعمل، لا ما بجيش كده. ليلة اللي صار عمرك 18 سنة غادة، تتذكريها؟ ما انا عندي 18 بتذكرها. بتكلمني في حاجة قريبة امبارح بالليل يعني او قبل شهر. فاكراها كويس قوي. اه كيف كانت ليلة 18؟ كنت لسه متجوزة وكنت حامل في روتانا، و يعني كنت مبسوطة قوي بقى. كان عندنا يعني زمان كانت بتجيلنا كده حاله ان البنت اول ما تتجوز وما خلفتش على طول، يا نهار اسود مصيبه بقى ومش هخلف ودي. فقعدت حوالي بعد ما اتجوزت 4 شهور كده قلقانه ان انا ما بخلفش بقى، عشت بقى الوهم، عارف انت ممثلين بقى. وبعدين عرفت ان انا حامل، كنت داخله في ال 18، فدي من مميزات ايام كان عندي 18 سنه ان انا كنت حامل. فاكره تصيري ماما للمره تاني؟ والله اتمنى، بس روتانا ممكن تذبحني. ليش؟ تجيبي لها خي او اخت؟ انت مستعده نفسيا؟ لو انا عن نفسي اكيد عايزه طبعا، بس روتانا اللي لازم توافق الاول. شو خص روتانا بالموضوع؟ لا ما اقدرش. حياتك هيدي انت حره فيها وقراري. ما هي حياتي هي روتانا. طيب اوكي، بس انه بصير فيها روتانا ما اعرفش. بعدين ما تتكلمش في كده عشان انا متاكده روتانا بتتفرج عليا دلوقتي. شو بتقولي؟ بقول لك روتانا بتتفرج عليا دلوقتي. بعرف ايه، بس شو عيب هي؟ لا مش عيب، سوري يا روتانا. بعد الفاصل نعود مع العسل كله على شاشة الحياة المصرية مع النجمة غادة عبد الرازق. بدي احكي عن زواجك، مبسوطة؟ بعد الفاصل. أنا قلت خلاص. غادة نجمة حلوة كتير، سندريلا بكل معنى الكلمة. بعتقد انه رح نحكي عن السياسة، رح نحكي عن الفن، عن المسلسلات، عن النجومية وعن المنافسة بالنجومية، بس شكلها مرتاحة كتير ومبسوطة وحذرة ويقظة ومترقبة، بس هي كده. وده بالنسبه لنا ايه؟ الكونفشن كنا رح نسمع تبعي. سمعوا المشاهدين الكونفشن اللي انا عملت له اعتراف، بعتقد كان في مشكله بالصوت اللي عندك. بتحبي تقولي شو قلتي على الهواء عندك؟ ايه ده؟ هو اللي انا سجلته معلوش؟ إيه؟ محدش قاله؟ شو ايه ده؟ شو طلع؟ نرجع نسمعه، خلص نرجع نسمعه. ايه تاني بريك نسمعه؟ شو بدك تقولي؟ طب قولي.
اقول ايه؟ قولي شو قلتي بالكونفيشن؟ قلت الفقره الاولانيه كانت لطيفه، بس نيشان لسه ما سخنش قوي واستفزني عشان انا اقول اللي انا عايزاه، وانا مستنيه للجوله الثانيه. انت نجمه درجه اولى بمصر، العالم العربي كله بيحكي باسمك، عندك الجرأه قدام اللي عندهم احلام يصيروا ممثلات نجمات تقولي انا غادة عبد الرازق عمري هالقد ونجمه وراح ضل ل 15 20 سنه فتاة اولى على السينما والمسلسلات، بتقولي عمرك انت كبني ادم اليوم بتقولي انا عمري هالقد، انا عمري 35. قبل كده كتير. قولي اليوم كمان. اقول عمري نحتفل نقول هابي بيرثداي. اوكي، عمري 32 سنه وهفضل قدامي 75 سنه كمان نجمه اولى وصف اول. كل شوكولا. ايه؟ شوكولا؟ الله، مش انت سالتني سؤال؟ ما سالتك سؤال، شو ما عجبكش قول ما عجبكش، انا حره في اللي اقوله. 32 سنه يعني قولي لي شو فيها انه انت كل يوم من عمرك لازم تكوني فخوره فيه. مصر كلها كل ما اكلم حد تقول لي انا عندي 32 عندي 31 عندي 35 خلاص يا جت عليا. لا بدك تقولي الليله صار عمرك كذا قد ايه؟ مش هقول 38 لا 40 لا 59 59 سنه ما شاء الله عليك. انا بموت. لازم تروحي على الجينيس وورلد ريكورد انه 59. ليه عيب المراه تقول عمر او النجمه مش المراه؟ انت انا ايه؟ عن نفسي بتخافي انه يقولوا انه قلت مليون مره وكان لسه من بس بتقولوا الحقيقه غاده ولا بتنقصي؟ انا عن نفسي بقول الحقيقه. عن جد عم تحكي؟ طبعا. يعني هن 45 تاخد واحده؟ صحتين ليكي قد ايه عمرك؟ ما انت عايز ايه؟ قد ايه العمر؟ 6 7 1970. طب لما انت عارف يعني بتفتي عليا 1970. طب وحياة هالشهر الفضيل في لعب بالتاريخ ولا لا؟ بالسنه؟ وحياة ربنا لما في احسن منه في الدنيا. انا عمري ما كذبت في سني على الناس ابدا. ربنا اللي احسن من الكل. طيب غادة عبد الرازق، لما النجمات بالوطن العربي بيطلعوا يعني الله بينعم عليهم يصيروا يحملوا هالساكيت الارمس والشانيل و مثل الاوروبيات، بس بيضل عندهم هن البيئه اللي تربوا فيها، الباك جراوند الخلفيه ما بيتحرروا منها. اكبر دليل انه عندهم ثقافه الانهيار وثقافه النحيب والسأر. يعني مش ضروري انه هالنجمه واحده مش ضروري هالنجمه تبرجت وحملت البراندز والساكيت بس ما اشتغلت على نفسيتها وعلى نفسها وعلى حالتها وعلى وضعها. فين السؤال؟ انت السؤال شو تشتغلوا على حالكم؟ تشتغلوا على حالكم يعني بكفي المجوهرات واللبس فقط انه تصيروا نجمات؟ لا طبعا. ولا لازم يكون في حاجه اسمها الاساس الموهبه. شو اشتغلتي غير الموهبه؟ النفسيه من جوا، السايكولوجي اشتغلتوا عليها؟ طبعا لازم اكون راضيه. راضيه انت؟ طبعا الحمد لله جدا جدا، وكل ما برضى كل ما ربنا بينقلني في حته احسن. وبتطوري حالك من سنه لسنه؟ اكيد. من عمل لعمل؟ اكيد. شو بتعملي؟ بشوف اخطائي، بسمع لكل حواليا، عندك كوتش؟ طبعا. بعدين بعرف كويس قوي اللي بيقول لمصلحتي واللي بيقول عشان مش حاببني، فبسمع هنا كويس قوي واسمع هنا كويس قوي واعرف افرق بين الاثنين، واخد من هنا اللي يعجبني واخد من هنا اللي يعجبني وابتدي اعمل التوليفه. مين اكثر واحد تثقي فيه بتقولي هيدا اذا اعطاني نقد بحبني وبده يصوب؟ لا ناس كتير، يعني عندي يسرا اختي، عندي روتانا، لميس، مؤنس، جيهان، دول الناس ضمير الحي. حدا بروفيشنال بالمهنه؟ في المهنه لا ما في. خالد يوسف؟ استاذ خالد لا، يعني بقالنا فتره شويه يعني متخاصمين من بعد يعني لا مش عرفنا قصه الثوره يعني انه فرقتكم. لا مش لا سوري. كل واحد دلوقتي متاخد في حته يعني. بس في خصام قبل كنتوا متاخدين كمان؟ لا مش قوي كده، خلاص بقى انا قلبي ابيض. انت هو قلبه ابيض كمان؟ طب اعمل له ايه يعني؟ لا عم بسالك هيك. شو بطلتوا اصحاب؟ اخر مره كمان ما اتصلتي فيه صار لك عيطتيه بحلول شهر رمضان المبارك؟ لا ما ليه ما عم يعني في بقول لك ايه، نحن اللي بنعرف الثوره، الحفره اللي انت حافرها دي مش هقع فيها. نحن بنعرف الثوره. نعم. بس غير الثوره في نعم. شيء ما بنعرفه نحن، قطبه مخفيه
حاجه مخفيه؟ يعني لا في لا سبب لا. انه ما بنعرفه عشان هيك تزعلته؟ ده ايه؟ قولي لي انت. ده كان تاريخ ميلادي اللي انا قلته الحقيقي. انا ما بكذبش. اوكي. زي ما ده قلته حقيقي، اللي بقول لك ده حقيقي، ما فيش اي شيء خافي تماما. وكل الاقاويل والشائعات اللي الناس قاعده تقولها دي يعني مجرد شائعات فقط لا غير. مش هو اضافه لك لو صديقك وحدك مهنيا وانسانيا؟ طب ما انا كمان كنت اضافه ليه؟ بس يعني احنا الاثنين كنا اضافه لبعض، ده حقيقه. هو اضاف لي كمخرج وحطني في مكان، وانا اضفت له في ادوار معينه بذلت فيها مجهود وكانت قماشتها قد كده، انا فردت له قماشه قد كده. وعلى فكره ده مش كلامي انا، ده كلامه هو شخصيا. فاحنا الاثنين لما اشتغلنا مع بعض ما حدش فينا بخل على الثاني. لكن لو انت حاط في دماغك ان اي حاجه ثانيه غير بغيابه هو اليوم، بغيابه بتفتقدي الى شيء ولا خلص صارت هيك وهيدا قدر؟ لا خلاص، ده قضاء وقدر. خلص. طبعا. وما ممكن ترجعوا وتجتمعوا ولا مبلا؟ 99% لا. صديقتك وبتضل حدك جيجي بتكون طبعا حبيبتي. بنت اخته لخالد يوسف؟ هو عمها. ما عمها. طب ما بتعمل خطوه جيجي كرمال تقرب وجهات النظر ولا بزنس از بزنس؟ لا عملت كتير جيهان. انت بتعرفش جيهان؟ بص جيهان دي بني ادمه حساسه جدا، وكانت في موقف يعني انا كنت ببقى معذوره لها. تخيل انت في الجانب ده مهم عندك جدا، والجانب ده مهم عندك جدا. انت بتحب الجانب ده قوي، بتحب الجانب ده قوي. حاسس ان في سوء تفاهم المفروض ما كانش يحصل، مستخسر ان الحكايه تبوظ. فانا كنت عذراها دايما، كنت دايما اقول لها جيهان ما تحاوليش تعملي اللي فوق الطاقه اللي عندك، لان انت بالنسبه لي في حياتي احنا مش شغل. انا وجيهان بالشغل زي ما انت فاهم، انا وجيهان صحاب واخوات وعشره. فدي ملهاش دعوه خالص بتودي رسائل مع جيهان كنت له ولا لا؟ لا عمري لا 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 لا, لا ما دخلش ده في ده ابدا. لا. لما شفتي اعماله لخالد يعني كف القمر، لما بتشوفي انه تعاملوا مع نجمات كمان مثل جمعة مراد مثل وفاء عامر، بتقولي انه ما حدا بيعبي مطرحي استنى بقى انا اجيب الشوكولاته بقى، انت يومك النهارده بتشوف. شو قول بقى. بتقولي ايه؟ بتقولي انه ما حدا بيعبي مطرح غاده بافلام بشغل خالد؟ كل نجمه مش انا بس لازم تقول على نفسها في منطقتها ان ما حدش يقدر ياخد مكانها. صح. لو هي جواها مش حاسه كده تبقى تكون نجمه. طبعا تكون فارغه. طبعا اكيد. مش انا بس، ووفاء لازم تقول على نفسها كده، وجمال لازم تقول على نفسها كده، ومنى تقول كل واحده فينا لازم تقول ان مفيش واحده فينا تعرف تاخد مكان الثانيه. ثقتك بنفسك من وين جايه بهالفتره؟ اكثر معززه اكثر عندك ودوز ما شاء الله عليك. اقول لك شو الناس، الجمهور، الشارع. بعد ما وقعت وقعه جامده كنت فاكره ان انا واقعه الوقعه دي ومش هعرف اتشال، هم اول ناس شالوني رفعوني تاني. اي وقعه؟ وقعت الحاجات اللي فاتت دي بقى السياسيه، الثورات. انت جايبني عشان لو رجعنا لورا بالزمن يعني ليناير 25 يناير، بتضلك على نفس الخطوات يعني على نفس الموقف ولا بتغيري؟ مش هرد على الاسئله دي. ليه؟ عم اقول لك بتغيري المواقف ولا لا؟ لا. ليش؟ مش هغير المواقف، مش هتكلم. نو ابدا. ليه؟ ابدا. شو تعلمتي طيب؟ شو تعلمتي لما تكلمتي؟ تعلمت الادب. ممنوع اليوم غدا، مش عم بحكي عن حضرتك بالذات هلا، ممنوع اليوم الفنان انت برايك اذا بدك تلقي محاضره لا فنانات نجمات جداد يعني بتقولي ممنوع شو بالسياسه؟ ما تحكوا، ما تتورطوا، شو بتقولي؟ كان نفسي اقول للجمهور انه كان لازم يقف في ظهرنا احنا كفنانين، يعني انه اي حد عايز فينا يقول رايه، سواء الراي ده كان ايه يعني متماشي او مش متماشي، ان هم يقفوا في ظهرنا، لان احنا في الاول في الاخر بشر زيهم، احنا بني ادمين، يجردونا من حته الفن ديت وما يخلوش الناس تدبح فينا، لان احنا محميين بعد ربنا فيهم. يعني احنا الحمايه بتاعتنا ربنا والناس اللي بتحبنا، الجمهور، الشعب اللي هو انا منهم، مصريه زيهم. فكان نفسي اقول لهم ما تخلوش حد يدبح فينا، لان احنا ملناش حد بعد ربنا غيركم، فانتوا اللي بتحمونا. وما تخلوش الناس تقطع فينا، لان في ناس بتبقى عايزه تقطع فينا ليها قصد، مش لله والوطن كده. طب اذا كان موقفك معاكس لموقفهم كيف بدهم يدعموا؟ ما انا بقول لك مش هي دي الديمقراطيه اللي هو كانوا بيقولوا عليها؟
صح. فانت برايك انه لازم الفنان يقول رايه يحترم على رايه شو ما كان، سواء كده او يقبل. كده. نعم. بس انا خلاص شايفه نفسي مش عايزه اخش في لعبه السياسه تاني. لانه الفنانين كثير دفعوا ثمن. انا دفعت ثمن جامد جدا، اكتر واحده. فما عنديش استعداد اخسر فرد واحد من الجمهور تاني خالص. يعني شوف انا قد ايه واصل ان انا بحبه، يعني ما عنديش استعداد اخسر فرد فيهم. واذا كان ده على حساب ان انا ما اقولش رايي، انا موافقه ما اقولش رايي، بس ما اخسرش حد فيهم. شو عملتي لترممي هالايمج هالوقحه؟ شو عملتي؟ يعني اشتغلتي على السوشيال ميديا، على تويتر، على فيسبوك، على اشتغلتي على لقاءات لك؟ قعدت اعمل اعمال. اعمل شو يعني؟ سحر وشعوذ يعني شو؟ ارد عليك اقول لك كلمه. شو عملتي؟ طبعا اشتغلت على حاجات كتير جدا. خلص شوكولا بليز، خلص. هي خلاص اعطيني الشوكولا. ما كانش الشوكولاته دي تاني. ما معقول. اليوم في خبر بالصحف، اذا زوجك ترشح لانتخابات مجلس الشعب رح تدعمي اول الداعمين مش هيبقى رئيس جمهوريه؟ هو قال لي انه يبقى رئيس جمهوريه. شو بتقولي؟ بتحبي؟ ايه؟ بتحبي انه تكوني سيده اولى؟ لا. ليش لا؟ السيده الاولى في مصر غادة عبد الرازق. لا احنا مش عايزين سيده اولى تاني خلاص. زوجة الدكتور مرسي اليوم رئيس مصر مش سيده اولى؟ سيده اولى. لا ما اعرفش، هو قال ان هو مش هيعمل كده لان هو كان رافض ده. نعم. فطالما رفضه المفروض ما يتعملش خلاص. وبالتالي برضو عندنا الشعب المصري. غدا في خوف اليوم بمصر؟ لا خالص. يعني اي تصريح بدكم تقولوا انتم الفنانين بما يختص بالحكم في مصر؟ لا اقول لك حاجه. في خوف؟ لا الخوف ده خلاص انتهى، عصر الخوف خلاص انتهى. انتهى. وبعدين الناس كلها بتقول لك إيه عصر الخوف انتهى، إيه واحنا كمان بالنسبه لنا كفنانين انتهى خلاص. يعني ما فيش حد هيرهبنا تاني، ومفيش حد هيخوفنا تاني، ومفيش حد انت كنت خايفه بالعهد الماضي بايام حكم مبارك؟ لا عشان ابقى صريحه ما كنت خايفه؟ لا عمري ما حسيتش بحاجه. وبالنسبه للشوكولاته اللي خدتها من قدامي دي طب عايزه بديل اي حاجه اشربها. بعد الفاصل رح نشوف فقره الرجال في حياه غادة تاني وثالث. فقرة لذيذة جدا، بس كنت مستنية نيشان يسخن أكتر عشان يستفزني وأطلع كل اللي جوايا، بس يمكن في الجولة الجاية بس. ما أنا قلته طبعا لا، بس بحب يشوف الناس. في رجال في حياتي، هذه الفقرة غادة عبد الرازق. قولي لي أو بتتذكري أول رجل طلع فيك هيك وحسسك إنه أنت أنثى بيستاهل إنه الواحد ينيشن عليك، يعني أنت هدف؟ طب أنت شايفني يعني غبية لدرجة إن أنا على الهوا دلوقتي وأنا ست متزوجة وأعول؟ إذا عمرك 16 سنة و14 سنة و13 سنة ما فيك تقولي؟ ولا فيك تقولي؟ والله أنا فاكرة. ليش؟ مش فاكرة يعني. خلص لأنه كل اللي فاكراه يعني ما فيش حد اثر قوي في حياتي غير بابايا طبعا. مين تاني؟ مامتي. لو يعني من الرجال بابايا. شخصيته، طريقته فيها شبه كتير منه في حاجات كتير. كان نفسي ان انا يعني ابقى مرتبطه بحد بنفس الشخصيه كده. بس بتفتشي على بالرجل يعني او بزوجك او بالحبيب، بتفتشي على سمات بيك انت دايما ولا؟ من غير ما احس يعني مره مثلا كنت مرتبطه بحد اكبر مني في السن قوي، والدكتور بتاعي قال لي انت مش ما كنتش بتدوري فيه على زوج، كنت بتدوري فيه على باباكي. يعني لان انا بابايا كنت مرتبطه بيه قوي، وهو مات وانا عندي 12 سنه. فبتهيألي الرجل كنت مرتبطه فيه ارتباط؟ كنت متجوزاه يعني. متجوزاه. اوكي. مين؟ ابو روتانا يعني؟ لا بابا روتانا صغير. اوكي. مش هقول لك. وبعدين البتاع وقعت من على شعري، مش راضيه عن السؤال. شو صار؟ بتاع وقعت من على شعري. ما علي. لما علاقتك بابو روتانا اليوم
كيف توصفيه؟ صحاب جدا، اصدقاء جدا. هو راجل محترم، بيحب روتانا قوي، و يعني كلنا اصحاب. انا حتى صاحبه مراته واخوات روتانا تقعدوا مع بعض طبعا عادي؟ طبعا عادي. وزوجك كيف يعني بيتقبل الموضوع هيدا؟ محمد انسان لطيف جدا ويعني متفتح، وبعدين عارف عادل بابا روتانا من زمان يعني. اوكي. ما عندوش مشكله في ده خالص. بيقعدوا مع بعض وبيحكوا يعني انه هن في فرح روتانا قعدوا مع بعض. وانت بتكوني مرتاحه مبسوطه ولا؟ لا، ما كنتش شايفاهم الصراحه، مش واخده بالي منهم اصلا. مش شايفاهم يعني. غير ابو روتانا، عن مين اليوم بتحب تقولي هذا كان رجل بحياتي وبصم واثر بحياتي بمرحله من المراحل؟ بص احكي لك حاجه. تفضل. يمكن اول مره احكيها، بس والله الله يمسيه بالخير. كنت في ثانويه عامه، وطبعا كنت فاشله. باخد والله كنت باخد دروس في كل المواد. فكنت باخد درس في العربي، كان عندنا المدرس بتاع العربي. كنا دايما بقى احنا في الفصل على طول بقى نقعد نعكس وبتاع ومش عارفه ايه، وهو كان لسه كده شاب صغير كده. المهم هي قعدت تقول ماما لازم اخد درس في العربي، انا في العربي فاشله، انا ما بعرفش. ماما خدت درس في العربي، وبعدين ايه المدرس حس ايه ان انا من نوع ما كنتش بتكلم خالص كده، فحس ان انا ايه يعني غريبه شويه. ففي يوم رحت له اللي هي الاوضه بتاعت المدرسه دي، اسمها بيسموها ايه، اللي هي اللي بيقعدوا فيها دي مدرسين، مش فاكره اسمها ايه يعني. صاله المدرسين. هي دي. فلقيت ايه قاعده مع واحده ست محجبه كده، فقال لي خطيبتي. فقلت له اهلا، وقلبت عليه بقى وعشت الوهم مع نفسي وخطيبته وازاي. المهم بعدها مثلا باسبوع لقيته مقدم الاستقاله من المدرسه وسافر السودان. خلاص ترك كل شيء، قال لك هو كمان خليني احمل حالي وامشي. بص وصلت طفشته من البلد يعني. ساب لي البلد وهج. وليد التابعي اليوم شو بتتذكري منه؟ بص انت بتلعب لعبه غريبه قوي، انت تقول لي انا ما عم بلعب لعبه، انا عليكي. طب انا ما عم بلعب لعبه، انا عم بسال انت بتجيب لي اسماء، خلاص جيب الاسم وانا على طول ارد يعني. قولي لي مال وليد التابعي؟ شو اليوم بيبقى من رجل مر في حياتك؟ اكيد. انسان كنت مرتبطه بيه وما كانش فيه نصيب، وبس بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، وهو اكيد بيتمنى لي التوفيق طبعا. بس غير حدا كان في حدا عمل منيح بحياتك بتقولي انه هيدا الزلمه اكيد بدي اتذكره بالخير قدام الكل لانه عمل منيح معي؟ اسم. بس انت شايفه الدنيا كلها هلا جوزك. شايفاه ايه؟ شايفه الدنيا كلها محمد جوزك. محمد فوده؟ اي محمد فوده. محمد من الناس طبعا اللي وقف جنبي في مواقف كتير جدا طبعا، اكيد اكيد بحترم فيه جوانب كتير قوي. اليوم انت حب عسل، حب عقل، حب اي نوع حب بيجمعكم؟ ما اقدرش احكم الصراحه يعني، عشان ابقى صريحه مش عارفه. ارتباط شو هيدا غدا؟ نعم، ارتباط شو هيدا؟ زواج يعني اذا مش عارفه الحب يعني هو اللي بيطرق قلبك مليون لما تسمعي عنه او تبعتي له مسجز كل ثانيتين؟ كنتوا اصدقاء وانغرمتوا يعني شو؟ انا محمد يعني مش هعرف اتكلم بالظبط. شو مخبيه؟ لا مش مخبيه، انا بقول لك الحقيقه يعني. قليلي. احنا مرتبطين على فكره، احنا لسه يعني ما عشناش مع بعض في بيت واحد يعني، كنا لسه كاتبين كتاب انا هو لحد دلوقتي. أوكي. ما اقدرش احكم بالظبط مشاعري بالنسبه لمحمد، غير ان هو بحس ان هو عمود اساسي في حياتي. وقف جنبي في حاجات كتير. برج السرطان زيي. شو ارتباطك فيه رد جميل يعني انه وقف حدك ووقف جنبك ليه ارتبطتي فيه؟ ارتبطتي فيه؟ بتحبيه من نص قلبك؟ يعني
مش عارفه اجاوب بصراحه على السؤال، مش لا هعرف. لا إيه الست اللي بتحب من نص قلبها بتقول انه بتحب من نص قلبها. ليش مرتبطه فيه؟ ممكن يعني ممكن تفكري بعدين تعدلي عن قرارك هيدا او تعدله، لانه الارتباط له علاقه بالجهتين. خلي بالك على فكره الكلام ده مش من ناحيتي انا بس، من ناحيته كمان، من ناحيه محمد. شكلها العلاقه بايظه يعني من اول. لا هي مش بايظه، يعني بايظه، مش رح تتحول الى خطوه ايجابيه اكثر، يلي هي الله اعلم. بتشكي بالموضوع. الله اعلم. بيزعل هلا هو عم يسمع على الهواء، ممكن نسمع انفصال قريب. لا خالص، ممكن نسمع عن انفصال لا 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 انا ما بكلمش عن انفصال. ممكن عم بقول الله اعلم، ممكن. لانه من اول الحلقه اكثر شيء فيك بروده لما حكينا عن محمد فوده، ما في زيرو رياكشن على وجهك ولا شيء. يعني عرفتي ما عملتي على مقياس ريختر للحب 12.5 هزه. يعني على موضوع خالد يوسف صرتي اكثر وحكيتي اكثر. لا خالد يوسف ده مخرج واحنا اصدقاء، ده ملوش دعوه خالص بمحمد. عم بحكي اصدقاء، عم بحكي عن رجل حياتك، زوجك يعني. شكلك لا هذا محمد فوده شكله طالما عم بتقولي على التلفزيون يعني ما شكله حصلش كده. انا على فكره انا ومحمد وصل معك على لبنان؟ اجى معك؟ ايه؟ شو تفضلي؟ لا محمد دلوقتي عنده دوره حاجات جلسات وبتاع عشان عايز ان شاء الله ربنا يكرمه في مجلس الشعب. انا ومحمد شو قلتي؟ انا ومحمد؟ لا انا ومحمد احنا بص احنا بقالنا اصحاب 18 او 19 سنه. فانا هو فاهمين بعض كويس قوي. مش عارفه يمكن بس الفتره الاخرانيه مش كان في بينا مشاكل، كان في بينا سوء تفاهم في حاجات كتير قوي. له علاقه بالتمثيل غدا؟ لا بره التمثيل صراحه. فينا نعرف عن بما يختص يعني بمجال؟ لا هو في بس كان كلام بصراحه يعني. نعم. موضوع كده كان تفضل. حصل كده في اول شهور الجواز. شو؟ انا كنت مشغوله جدا في التصوير وبصور في حاجات كتير قوي وما كانش عندي وقت يعني كتير اقعد معاه. شو صار؟ فوصل لي خبر كده مش لذيذ واجهته بيه وقال لي شو خبر؟ خيانه او مش قوي كده، حاجه شبه كده شويه. بخونك؟ انت قلتي لي لا هو ما لحقش انه يوصل لكده يعني، بس سمعت يعني مشروع خيانه ممكن. بهالوضع خيانته بتكون مشروعه، انت مش مهتمه يمكن بحكم شغلك، مش مخصصتي له وقت بتسامح. انت قلتي لي مره مش ممكن اسامح الخيانه، مش ممكن، قلتي لي اي شيء، الكذب والخيانه، هذا اللي قلتي لي اياه سبق وقلتي. قد ايه الانثى اللي فيكي انت سيده، فيكي 1000 سيده جميله. قد ايه بينجرح فيكي هالمخلوق، هالسيده بتنجرح لما بتقولي انه رجل مستقبلي يعني حياتي يمكن قد يخون، يعني يمكن يخونك. جرحتي اكيد. اتضايقت طبعا جدا. شو قلتي له؟ لا قلت له يعني واجهته بالموضوع، قال لي لا والله مش كده، احنا بنتكلم عادي واصحاب، بس طبعا باين على وشه. فاكره اليوم ده كويس قوي. بس حدا من الوسط الفني؟ لا. فيما لو عرفت انه محمد فوده مزوج عليكي وعندك ضره، انت كيف بتكوني ضره؟ تقبلي تكوني ضره؟ لا اكيد طبعا لا. يا انت يا محمد، انا ولا احد. عن البتاع في ودني، عارف انت. خلينا نوطي الموسيقى. فيلم رعب. ايه بس غدا يعني اذا هلا مش مسامحه، واللي بيعرف كاركترك وانا بعرفه ما بتسامحي، رح يضل هيدا بالملف، ملف حياتك نقطه سوداء، بقعه سوداء مش رح تنسيها. مش عارفه اكيد مش هنساه. هو محمد دلوقتي يعني انت صعبان عليا يا محمد، بس انت عارف ان انا لساني هو اللي وقعني في الكلام. لا ما بيزعل، عم تحكي عن شيء خلص. شو بتقولي له هلا على الهواء لمحمد فوده؟ لإله هو عن هالموضوع بالذات؟ ولا حاجه بقولها، انا بعزك قوي 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 محمد، بس مش مسامحاك في دي. زعلتي لانه مش معبيتي له عينه؟ يعني مش انت لا مش الدرجه دي، بس بلا ليه بده يطلع بغيرك اذا انت في عنده غادة عبد الرازق؟ مش عارف.
بيتسال هو بقى السؤال ده مش عارف. امتى باي اطلاله تلفزيوني رح تقولي انه خلص الموضوع وانتهى؟ لا ما اقدرش. قريب؟ الله اعلم مش عارفه. عايشه انت بعدك مستقله لوحدك بعائلتك بمنزلك انت عايشه صح؟ بحس رح تضلك بمنزلك بالسنين الجايه. اذا ايه ده انا لسه عندي بحس 18 سنه مش لسه 18 سنه يعني من الموضوع هلا ده من يصير عندك شويه. 22 بلا مضبوط إنها أوكي. 17 بس خلص. عايز ايه؟ شو روتانا مش خربتها وقعدت على تلاها. خبرتي روتانا؟ انت مش خربتها وقعدت على خبرتي تلاها؟ روتانا؟ اسكت بقى. خبرتي روتانا؟ شو اسكت اكيد بقى؟ هي يعني تفضلي. اكيد يعني قلت لهم وانا خليت حد ما قلتلوش. قولي لي انا ده على الهوا دلوقتي كلها. قولي لي شو قالت لك روتانا؟ قلت لها ماما انا عم بيخونني او قالت لي مامي لا يا مامي مش معقوله انكل محمد ما يعملش كده. قلت لها يا انكل محمد عمل كده. انت عرفتي كيف عرفتي راقبتي له مسج؟ جيت بالصدفه وحياه ديني انا كيف- فيها كيف- شيء كيف- لله يا كيف- ربي. كيف غاده؟ والله فيها شيء شو؟ لله. وانا قاعده كده حد حكى قدامي مش عارفه مين كان قاعدين فين ايه حد دخل عليهم شافهم مش عارفه ايه كده. وبعدين انا بقى قعدت اتقصت لحد ما عرفت. حلوه اتقصت دي صح؟ هيدا الموضوع ممكن انه يخليكي تفقدي الثقه بالرجل؟ لا خالص. ابدا؟ لا انا عايز اقول لك ان محمد طيب جدا. إيه طيب جدا؟ اذا طيب جدا وهي دي مالهاش دعوه بدي على فكره. اوكي. ها؟ جنيتي؟ طلعتي من ثيابك يعني جنيتي يعني باللبناني جنيتي يعني طلعتي من ثيابك يعني فقدتي السيطره على بالمواجهه ولا بالعكس انت لا انا عرفت الموضوع ده مثلا ما واجهتوش بيه غير بعدها مثلا ب 10 ايام. حتى تخض؟ يعني دي بتمثل دي وقاعده في البلاتو ولا بتروح فين دي؟ غدا شغلك يبدو انه هو الاكثر اهميه بحياتك اليوم. دي حقيقه. تركيزك على شغلك. بس ما بتحبي انه الانثى اللي فيكي تتغنج تتدلل حدا يهتم يعني يهتم فيكي وتكوني انت الملكه المطلقه لإله اميرته ملكته جوهرته؟ الناس الناس كثير منيح على راسي وعيني بس مش كل شيء. لما بتروحي على غرفتك وبتسكري باب غرفتك بتكوني جوا بتكوني غدا الانثى غدا البني ادم بدها الطاقه والانرجي وحدا يحبها. ما انا قلت لك انا مجنونه التمثيل مجنونه بشغلي مجنونه مش طبيعيه بيه. ما كثير اقتنعت بالموضوع الانرجي والطاقه لانه انت اللي بيشوفك عم بتمثلي بتقولي انه ما شاء الله مليانه الدنيا حب مش بس حب الناس حب عسل مصفى مليون بالمية. لا في لا انا بطبل لك على الكلام اللي انت بتقوله. شو يعني عم تطبلي لي؟ دايما عندنا يقول لك ايه حد يقول حاجه يقول لك يا عم طبل له فانا هطبل. لا ما بدي تطبلي لي بدي اياكي تقولي لي الحقيقه مثل ما بتعرفي. هي الحقيقه ما خلاص قلنا كل اللي عندنا. خلصت. محمد فوده بس انتهى. ماله؟ خلصت الحكايه لانه لا انت مع انه الخيانه مش يمكن اسامحه؟ بتسامحي؟ يمكن جايز. برايك هو بيعمل رده فعل عكسيه من بعد هذا التصريح؟ محمد دول مش مصدق اكيد ان انا قلت كده. مش مصدق ان انا قلت كده على الهوا اكيد. شو بيفكر؟ هو دلوقتي اكيد مشلول ذهنيا نفسيا عضويا كل حاجه. ذهنيا ونفسيا فهمت عضويا كيف؟ ممكن يبعث لي ورقتك من بعد الحلقه. مين يبعث لي ورقتي؟ مين؟ مو معقول شيرين قلت لها انت طالبه مين اللي حيبعث لي وانت اللي مين يبعث لي ورقتك؟ شو اصل يعني بيقولوا انه كاتبين كتابكم صار ايوه بس هو مين اللي غلطان عشان يبعث لي ورقتي؟ انه لا بيقول لك انه بتعرفي خلص انه هيدا الاعتراف ما فينا نكمل، كيف بدنا نكمل قدام الناس؟ اوكي حظ موفق يا رب موفقه. ثانك يو باللي عم تعمليه. نتابع مع غادة عبد الرزاق. امرأة اعترفت بأنه زوجها يعني كان في مشروع خيانة، بيجزم بأنه العلاقة انتهت، ما بدها تقول هي بس بيجزم أنه انتهت، بس كانت عم تلعب دور أنه هي الكارلس ومش فرقانة معها وكله تمام، بس بعتقد أنه مجروحة كثير والعلاقة انتهت تماما. رح حاول هلا بركي بتقلي
ياخذ منا الكلمه النهائيه لحد الفاصل. غادة عبد الرازق المشرف على الاعداد الزميل توني سمان عم بيقول انه في كثير صحفيين عم بيتصلوا له. طب ما فهمنا انه شو. اوكي فهمنا انه شو صار وقالت وبيحترموا جرأتك يعني بس ما فهمنا يعني كرمال نسكر هالملف لانه بدي احكي بغير مواضيع. اخر شيء شو؟ اخر شيء في اخر شيء بموضوعك انت ومحمد فوده. والله لسه هو زي ما بقول لك كده. بس خلص شو؟ قولي لي اياها. والله ما اعرف اللي رايح يعني اللي جاي ايه. مش عارفه. يعني انا كنت متفقه ان انا هتكلم معاه في الموضوع ده بعد ما خلصت تصوير. خلصت التصوير وجيت على هنا. يعني مش عارفه لما هرجع دلوقتي مصر بكره ايه اللي هيحصل. انا مش عارفه دلوقتي لما اخرج دلوقتي حالا من البلاتو هيقول لي ايه في التليفون. مش عارفه. يعني مش عارفه اذا الساعه 12 بتوقيت القاهره حكون مطلقه ولا لا. لا مش بس تعرف شو غدا شكلك مش فارقه معك حتى. شكرا. لا ما تقولش كده. مفيش حاجه اسمها ما حدش فارق معايا ازاي. مش فارقه معك الخطوه اللي قد تحصل. علشان الموضوع ما كانش كويس. رح ترجعي لقصه الكزاناكس ودواء الاعصاب ونعلي الدوز تذكري ولا ما قلناها بابشر؟ لا ابدا. ما في. مرتاحه. خلصنا يعني ما عاد في اعصابنا رايقه بلشنا بشو بلشنا؟ بلشنا. غادة عبد الرازق اذا رح تعملي محامي دفاع عن فنانه وحده يعني عدوة كار مش عدوة شخصية، عدوة كار، بسمي لك انا ولا انت؟ انا احكي انت تدافعي عنها. اللي هي معدوة كلمني كارك يعني تقصد كده؟ يعني ايه عدوة كار يعني معناها كده صح؟ اوكي. عايز بين سمية الخشاب وهيفا عن مين بتحب تدافعي؟ اذا اليوم رح نحكي عنها مين تختاري؟ تقولي انا رح دافع. هدافع عن الاثنين ما عنديش. مين اكثر عدوة كار بيناتهم؟ بتحبيهم انت وهيفا اصدقاء هلا؟ لا دلوقتي احنا وهي اصحاب. اصحاب. انت وسمية؟ وانا وسمية برضه اصحاب؟ من القلب للقلب؟ انا من ناحيتي من القلب اكيد، هي كمان من القلب يعني. شو كان يزعجك فيها اكثر شيء؟ كنا زمان شويه بص احنا عيبنا ان بتبقى في ناس بتوصل كلام غلط، وانا للاسف كنت في فتره من الفترات بصدق الكلام ده. اخدت عهد على نفسي من سنه وشويه ان انا مش هسمع كلام حد خالص، وان لو حصل حاجه هرفع سماعه التليفون عليها اقول لها انت قلتي ولا ما قلتيش. هي قالت قلت هحترمها جدا، قالت ما قالتش خلاص يبقى ده بينها وبين ضميرها. مزعوجه انه سمية اليوم غايبه عن حوادي رمضان؟ متضايقه لها طبعا بجد من قلبي والله العظيم من قلبي. يعني انا في شهر رمضان الكريم مفيش حاجه تجبرني ابدا على الكذب. بجد انا متضايقه انها مش موجوده السنه دي، واتمنى انها السنه دي تكون موجوده. ونزاح انه لانه منافسه. لا ابدا. انا بقول لك والله. هيفا صرتوا اصحاب خلاص؟ تصورتوا؟ هي طيوبه، احنا كان بس في بينا ايه مشاكسات. وانا بحب ساعات ابقى مشاكسه يعني. بس خلاص بقى يعني. محمد فوده الصديق زوجة لهيفا؟ احمد ابو هشام. اصحاب انتم؟ اصحاب. هيدا اللي جمع يعني انه صداقه الازواج؟ لا حتى من قبلها. يعني حتى من قبلها انا وصلت لهيفا رساله وهي وصلتها لي ان احنا يعني اللي فات ده ما كانش لطيف، يعني كان لعب عيال بينا، وانا وهي ما فيش كان بينا مشكله حقيقيه. ف حتى اقول عيب يعني. لازم يبقى دماغنا اكبر من كده يعني. الشارع المصري اليوم بيستوعب هيفا كوحده منهم؟ اكيد طبعا. لا ليها جمهور جامد جدا في مصر. انا واحده من جمهورها عشان ما ابقاش كذابه، احب اتفرج عليها جدا. لا اكيد عندها جمهور العريض، بس يعني بيقولوا انه دي بنت البلد بنتنا ولا او بقت بنت البلد، خاصه انه زوجها مصري. كل اللبنانيين احنا بنحسهم انهم اولاد بلدنا، ده من غير هيفا. لان احنا يعني عندنا فنانات كتير جدا لبنانيات في مصر بيمثلوا وتونسيات، فبنحس ان اول ما بيخشوا عندنا هم اولاد بلدنا. وكل المصريين بنص دين قلبنا. ربنا يخليك. غادة عبد الرازق تتر مسلسلك السنه الماضيه سماره غنته النجمه نانسي عجرم، هالسنه اليسا مع سبق الاصرار.
انت بتقول، انت اللي بتقولي انه بدي يعني انت عينك على النجمات انه بدي انت اللي طلبتي. ليه طلبتي نانسي؟ ليه طلبتي اليسا؟ بحبهم قوي. وبحس في نانسي صوت الفرح. يعني سمارة كان محتاج صوت البنوتة النخشة اللي يبقى كل التتر فيه فرح. مع سبق الإصرار دراما قوي، كان محتاج صوت حساس قوي وتقيل زي لسه عشان الكلام حتى يوصل للناس المعنى اللي أنا عايزة أقوله. يمكن هو ده الإحساس اللي وصلني ليه. اليوم سألت إليسا، اتصلت فيها قلت لها ليش، شو رأيك أنت قالت لي أنا بحبها. وأنا بعشقها. قلت لها ليه أول مرة غنيت؟ قالت لي أنا بحبها لها، هي نص حلو كتير وبحب غادة كتير. وأنا بحبها قوي قوي. في عينيك عمال نحلة عايزة. لا عم بفكر نحلة. بدي اسمع هيك صوتك انت وعم تشربي الشاي باللبن للصبوحة زي العسل. يا لهوي. هيك بس تحية للصبوحة كل ليلة، والا اطال الله بعمرها ويعطيها الصحة والعافية. زي العسل على قلبي هوا، زي العسل. بعد مرة ما انا عايزه اغروش لان انا خايفه انشف. ريوايند بعد مرة يلا. طب قول معايا. وقابلت كتير. ايه وقابلت كتير؟ الغنية تقول. لا. وقابلت كتير فرشولي عشان الارض حرير. لا مش حافظه. طيب اوكي زي العسل. طب قول معايا برضه العسل. انا مش عارفه. طب يلا زي العسل. زي العسل على قلبي هواك، على قلبي هواك. كمان زي العسل. زي العسل على قلبي هواك. زي العسل على قلبي هواك. زي العسل. شكلك بدك عسل جديد على الطريق كرمال تعرفي تغنيها بهيك. في عسل، اكيد في عسل جديد جاي على الطريق. انا مش فاهمه، انت بتاكل نص الكلام. عم بقول لك زي العسل بدك تغنيها لما يكون عندك عسل جديد على الطريق، تحسي من جوا انه في شيء هيك عم لا ما توقعنيش في الغلط فيكي. لا ما توقعنيش في الغلط. يعني ايه عسل جديد؟ عسل جديد انا لا عايزه العسل جديد ولا عسل قديم. عسل جديد. اذا بدك تاكلي عسل هذا عسل جديد، عسل مصفى. بتحبي عسل؟ انت جايبوني تخنوني هنا ولا ايه؟ لا ابدا. ايه دي؟ يعني ازاي؟ عسل هيدا بياكلوا العسل ايه؟ هي للعسل. يا سلام والله ها فيك تاكلي لا متشكرة. لا ليش؟ لا خدوا كل انت. لا لو النبي مني انا عندي كل العسل هون. هدية مني ليك اتفضلها. غادة عبد الرازق عايز ايه؟ فيما لو انت رح تعملي دور مسلسل، دور الحياة لسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، زوجة حاكم قطر. ابدا لا. ابدا. يعني هيدا كان نوع من لا شائعات. الخبر او طبعا شائعات. الشائعات. بتحب اذا قالوا لك مثلا تعملي دور شخصيه، يعني امراه عربيه في التاريخ المعاصر في التاريخ اعمل حتشبسوت طبعا. في التاريخ المعاصر هلا يعني انثى. لا في المعاصر لا. ما عندك حدا؟ لا. ابدا. لا. ابدا. النجمه الهام شاهين عم تحضريها معالي الوزير؟ طبعا بتحضريها؟ شربات لوزة يسرى. بص اتفرجت على كل الحاجات. الحاجات الوحيده ما اتفرجتش عليها ما لحقتهاش لسه عمر بن الخطاب. وشفت حته من الحمله الفرنسيه عجبني قوي، بس انا سامعه ان هو حلو قوي عمر بن الخطاب، عايزه اتفرج عليه. ده الوحيد اللي انا ما لحقتوش لسه. ومسلسلي كيف الاصداء هيك حس. يا رب. شكرا. اول مره بتشتغلي مع هيدا التيم الجديد، ايمن سلامه ومحمد سامي وائل درويش، رامي دراج. يعني خرجتي من عباءه مصطفى محرم. بص محمد النقل دول اساتذه طبعا. استاذ محمد واستاذ مصطفى دول اساتذه، بنيت معاهم البطنيه نص غاده. كنت عايزه اروح لمنطقه ثانيه بيبقى دايما اللعيب فيها اقوى، يعني اللي يدرب هنا غير اللي يدرب هنا، الملعب ده غير الملعب ده يعني. فكنت عايزه انزل ملعب جديد بمدرب جديد. فكان المدرب الجديد محمد سامي وكل كاست العمل اللي اشتغلت معاه. غدا بتروحي تعملي ورك شوب برا في لندن او في لا. نيويورك كرمال تمارين يعني طبعا كل يوم بسافر بروح اقعد. ما بتعملي او ما ابدا. انت عارف طبعا الحاجات دي واخده عليها من زمان جدا. ما بتحبي؟
لا طبعا. لوحدي. هو في حد عنده وقت يعمل حاجه؟ في ناس كتير بيعملوا ورك شوب. يا سيدي دي الناس فاضيه. انا عندي بيتي وعندي بنتي وعندي مسؤوليات قد كده جنب شغلي. انت فاكرنا قاعدين قدام المرايات؟ انا بحط المكياج والحاجات دي في التصوير وانا جايه لك، لكن في بيوتنا عندنا مسؤوليات وعندنا مشاكل وعندنا دنيا تانية كبيره قوي. ما عندناش الرفاهيه اللي انت متخيلها دي على فكره يا نشام. نشوف شو كمان في غير المسؤوليات. خير. إذا البسيني والكلب عندك ماشي عاملين معارك طاحنة. مش قادرة أصدق إنك أنت صورتهم. شو أساميهم؟ لا فوزي. الكلبة باني والقط ديكستر. أصحاب شكلهم ولا مين أقوى ديكستر ولا باني؟ أنا كنت فاكرة إن باني يعني هتعمل قلق لديكستر بقى وإن هو مش هيعرف يستحملها، فكل شوية أقول له إيه؟ لا باني بعيدي عنه. إيه وسايبه ضوافره. وانا قاعده في يوم كده لقيت باني دي بتجري في الشقه الاقي مين وراها؟ ديكستر. ما صدقتش نفسي من كتر ما لعبتها فضلت طول الليل قاعده تحت الكنبه، بعدين تطلع تبص كده عليه موجود ولا لا وترجع، بعدين بقى تيجي تقعد جنبي تتحمى فيا عشان هو ما يجيش ناحيتها. بتهتمي فيهم شخصيا؟ هما الاثنين؟ انت ايه؟ لا طبعا. انت شايف عاملين ازاي؟ لا بتهتمي فيهم، عم بقول يعني اكلهم اهتم فيهم والفاكسين طبعا اكيد بتاخديهم. بعد الفصل رح بيكون عندنا 12 سؤال مع 12 سؤال للسندريلا حتى تجاوبي عليهم. ما بدك تحكي سياسه ابدا، قررتي قلتي، لذلك لن اطرح ولا سؤال عن السياسه. قلتي لي انا تعلمت الادب. اللي بيحكي سياسه بيكون بلا ادب؟ بيكون ولا لا؟ لا يعني خليها لناسها، بلاش انا خلاص تعبت. ما كنت هي اسبق الحساب. بعد الفاصل 12 سؤال لغادة عبد الرازق. غادة عبد الرازق، في عندي سؤال العسل المر. من بعد ما نقدم لك العسل هلا عماد بيقدم لك باسم العسل منه حد ابدا. فيما لو اكتشفتي انه بنتك بالمطلق عم بحكي او اخوك او يعني حدا من اقربائك عميل او عميله للعدو الاسرائيلي يوما ما، سؤال افتراضي، سؤال افتراضي، شو بتعملي؟ بتستري على الموضوع؟ بتبلغي؟ شكرا ايمان. سؤال افتراضي. طب ابعد بنتي عن الموضوع بليز. طيب لو حد قريب مني يعني اكتشفتي هبلغ عنه. بتبلغي لو مين ما كان؟ اذا روتانا لا سمح الله؟ اكيد حاجه من اتنين يعني. لا روتانا دي ما اقدر يعني، ده موت نفسي. يعني بتحطك بنتك على كفي وطنك على كفي. لا سؤال صعب قوي، سؤال صعب قوي. ما اقدرش اجاوب عنه بجد. ما اقدرش. بص اغلى حاجه في الدنيا الضنا. ما اعرفش ساعتها وقتها ممكن ايه اللي يحصل، بس ممكن يعني ده ممكن اموت نفسي يعني قبل ما اعمل حاجه في يعني ما اعرفش ساعتها ممكن ايه اللي يحصل. بس بنتي دي يعني يمكن احاول اعالج الموضوع، افهمها، اخرج يعني ما اعرفش. وجايز جدا الاقي نفسي مبلغه ومستعوضه ربنا في الحكايه، وممكن الاقي نفسي انا
من قبل ما اعمل اي حاجه تجيلي سكته قلبيه طبعا من الخضه، ممكن اقع فيها. ما سلامة ما قلبك، تاني يعني. سلامة قلبك. لزقت السؤال. سلامة قلبك. ها تحياتنا لروتانا. هلا عندنا اخر 12 سؤال الحلم يخلص بحلقه غادة عبد الرازق والاضاءه تروح. نحن على 12. اول سؤال، أعد روتانا بأنه لا مشاهد ساخنة بعد اليوم. عايزني اجاوب يعني او لا؟ اكيد لا مشاهد ساخنة بعد اليوم. تجاه الثورة أندم على ولا أندم على؟ عشو بتندمي عشو ما بتندمي؟ تندمين على؟ لا تعليق. لا تعليق أبدا. أنت تلوحتي لدرجة. طيب السؤال الثالث، هل محمد فودة آخر أزواجك؟ خلاص في حال استمريتوا أو لو تستمروا خلاص برأيك؟ ان شاء الله. بين مثلث يسرى وليلى علوي وإلهام شاهين، مين بتحسي حالك مرحب فيكي بيناتهم؟ حدا تكوني نفسي اشتغل معاهم يعني. لا يعني عندك مطرح دمك خفيف على قلبها أكثر، ليلى، إلهام أو يسرى؟ لا هما التلاته بيحبوني الصراحه. بس مين أكثر تحسي إنه؟ بتهيألي يسرى. واثنين الباقيين أقل؟ لا بيحبوني قوي برضو، بس يمكن الاقرب قوي انا ليها يسرى. بتقولي ما بحب الأدوار المثالية، بتلمحي على مين غير يسرى؟ يسرى عندها أدوار مثالية. انا عموما ما بحبش الادوار المثاليه جدا، لان دايما بقول ان التمثيل دور الطيب سهل جدا، الشرير دايما تمثيله صعب، وبيبقى دايما عايزه اوصل منه رساله، فببقى عايزه اخد الحاجات المركبه اكتر. حتى لما عملت المحاميه فريده الطبجي عملتها المحاميه الغير شريفه. ليه؟ لأنه نموذج لازم يتعالج. كيد النساء الجزء الثالث تاني تقصد؟ التالي، لو فيما لو لا يعني الثالث اللي رح يجي بمشاركة فيفي عبده، إذا تم العرض عليك من بعد سمية ونبيلة عباد، أول شرط شو بيكون عندك؟ لا مش هيبقى في شروط، لاني مش هقدر اعمل الدور ده، لان انا اخدت قرار من السنه اللي فاتت ان انا هبعد عن نوعيه معينه من الادوار، قعدت 3 سنين اعملها، فده نوعيه من اللي انا عملتها، ما ينفعش ارجع لها تاني. نوعية معينة أو ديو نسائي؟ لا نوعيه معينه. كلمة أخيرة لخالد يوسف، بتقولي له يا خالد حرام يضيع؟ لا كلمه اخيره استاذ خالد يوسف، اقول له انا استمتعت جدا بالشغل معاه، وهو مخرج متميز واضاف لي، وبس، وربنا يسهله ان شاء الله باذن الله. 10 مليون جنيه أجريك عن سبق الإسراء؟ لا اقل كتير. قد ايه نزلتي؟ لا مش عايزه اقول رقم، بس اخدته قليل. لا قد ايه قد ايه يعني النسبة عم بحكي، قد ايه نزلتي؟ لا نزلت نسبه كبيره. وما تأثرتي نفسيا النجم اللي فيه؟ لا ده مزاجي، ده مش غصب عني. لا المسلسل كان هيتكلف كتير قوي، وانت شايف مصروف عليه ازاي وكده، وبعدين انا كنت من الناس خلاص اللي قلت ان احنا السنين الجايه دي لازم ناخد حاجات معقوله جدا علشان الدراما تكبر، ونقدر نصرف على مسلسلات ومحدش يقول شوف فلان وعمله، شوف مش عارفه مين عامل ايه. عم نحكي عن الدراما السوريه. لا مش السوريه وبس، والتركيه وحاجات كتير يعني. لا نزلت كتير قوي. انت مع انه الدراما التركيه تستمر او بتطلقي صرخه
بتقولي انه نحن بنمثل باللغه العربيه لا. باللهجات ما هم المختلفه. طبعا يعني عايز اقول لك حاجه، ان 3/4 المجهود الحقيقي في التركي الناس اللي عامله الدبلجه، ده ممثلين هايلين يعني، ده شابو ليهم لان هم وصلوا لنا الشخصيه يعني. لكن انا بقول ان احنا سوق يتعرض فيه كل البضاعه، ودايما البضاعه الفرز اول هي بتبقى يعني تبقى مميزه. وبعدين بتهيألي السنه دي السوق المصري بسم الله ما شاء الله نازل بفرز اول يعني، كل المسلسلات لكل النجوم بسم الله ما شاء الله. غادة عبد الرازق، اخر سؤال بضمن ثلاث اجزاء. كلمه مواساه لسوزان مبارك، كلمه مواساه لحسني مبارك، وطلب فيما لو قبلتي رئيس مصر الدكتور مرسي. بص انت بتحطني في موقف صعب جدا، وبيبقى عايز شويه ذكاء او لباقه. انت اللي هم ذكية. دايما يقولوا لي بلاش يبقى العفويه ومن قلبك. لا انت قلتي لي انت انا مش هقدر اقول كلمه مواساه لحد، لان كلمه مواساه دي لوحدها في حد ذاتها تتعب صدقني يعني. بس اقدر اقول رساله للدكتور مرسي، اقول له احنا احلامنا في مصر كتيره قوي، ونتمنى يا رب طبعا ان كل اللي بيتقال ما يكونش حقيقه، وتاخد بالك من المصريين والناس الفقراء، ويكون الفن ده رساله محترمه، ما حدش يحاول يشوهها او يشوه شكلها او يشوه الفنانين، وطبعا ربنا يقدره على المسؤوليه ان شاء الله. غادة عبد الرازق، انت سندريلا، شكرا لحضرتك لوجودك. بكره حلقه جديده مع النجمه شيرين عبد الوهاب الجزء الثاني. شكرا، نورتينا. ثانك يو. نورتي البرنامج، انا شاكر لك، شاكر ثقتك. سندريلا، الى اللقاء. باي.